السلام عليكم، نتمنى أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في قناة أم وسيم. اليوم جيت نحضر معكم هاد البيتزا التركية على شكل قوارب، على طريقتي وبعجينة اللي تجي جد رائعة وخفيفة. ما تندموش إلا جربتوها. ننتقلوا لمقادير العجينة. انا هنايا عندي 2 كيسان نتاع الحليب. هذاك هو الكاس اللي قيست به كل شيء. المقادير اللي غادي نعطيهم لكم. عندي هنايا 2 معالق كبار نتاع السكر، معلقه كبيره خميره العجين، بيضه واحده، ربع كاس نتاع الزيت، و5 اكواب كيسان نتاع الفارينه، وخميره الحلويات والملح. هنايا نجيب لو بول، انني غادي نديرها في العجانه، واللي تبغي تعجنها بيدها تتبع نفس الطريقه، جوج تعجن بيديها. هنايا حطيت هذاك الحليب اللي راه عندي دافي، زدت عليه هذيك الخميره تاع الخبز، زدت عليه الزيت، هذوك 2 معالق الكبار نتاع السكر، وزدت عليه هذيك البيضه واحده. انا هنايا ما وريتولكمش على خاطر السيبور تهرس لي وراني نخدم رافداتو بيديا، سبورسا ما قدرتش نوري لكم داك المقادير اللي زدتهم، مي راني ذكرتهم وريتهم لكم من قبل. هنايا خلطت كل شيء مليح كما راكم شفتوا. بانت لكم هذيك البيضه. هنايا خليته لمده 15 دقيقه، ومن بعد وليت له جبت درت الكوب الاول نتاع الفارينه، زدت عليه هذيك الخميره الحلويات، ودرت الملح، ودرت العجانه تعجن، وبقيت نزيد في الفارينه على دفعات. انا هنايا دخلت لي 5 هذوك الكيسان كامل دخلوا لي، وانتم على حسب. ها هي ديك راها تعجن فيها. خليتها نعجنت لمده غير دقيقتين ولا 3. كما تعرفوا الفارينه ما تحتاجش نعجن بزاف. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، تكون تتلاصق في اليدين. من بعد دهنت يديا بالزيت ولميتها، ودهنت لها الوجه ديالها وغطيتها وخليتها تخمر. هنايا غادي نوريكم الطريقه نتاع لاصوص نتاع البيتزا اللي تجي صراحه بنينه. انا هنا عندي 2 بصلات صغار، وعندي طوماطيشه، وعندي 2 فصوص نتاع الثوم، وعندي معلقه صغيره نتاع درسه الفلفل، وفي لي زيبيس عندي فلفل الكحل وفلفل الاحمر وسكنجبير والملح. هنايا درت هذيك البصله مع الطوماطيش مع الثوم، طحنتهم في مقله، درت شويه نتاع الزيت العاديه وشويه زيت الزيتون، خليتها حمات. جبت هذوك 2 فصوص نتاع الثوم، رابيتهم وخليتهم يتقلاو. غير تقلاو. سمحوا لي، انا هنايا الطماطم المصبره راني ما ذكرتها لكمش في المقادير، ونحتاجوا 2 معالق كبار نتاع الطماطم المصبره. هنايا بعد ما تقلات لي شويه الثوم، جبت هذوك 2 معالق الكبار نتاع الطماطم المصبره، زدتهم عليها، قليتهم. من بعد كي شفتها تقلات زدت عليها هذاك البصله والطوماطيش اللي كنت طحنتهم. سمحوا لي، بالك راني ذكرت معاكم كي جيت نطحن قلت لكم البصله والطوماطيش والثوم. اعتذر، الثوم لا قليته. وهنايا كي شفتها هودت شويه هذيك البصله والطوماطيش، زدت عليهم هذيك الدرسه، وكي تقلاو مليح غطيت عليها خليتها تقلات مليح. زدت عليها الماء وخليتها تغلي. الماء ما زدتش عليها بزاف، زدت عليها نص كاس، خليتها غلات. وهنايا كي زدت عليها داك الماء، زدت هذوك لي زيبيس اللي ذكرتهم معاكم. وشوفوها هنايا بعد ما كانت تغلي، انا هنايا حبيتها شويه عاد بلاصوص تاعها، طفيت عليها وخليتها تبرد. انا هنايا نجي العجينه اللي صيبتها ديجا خمرات، ديغازيتها من داك الخمار نتاعها، وقسمتها على، درت بزاف الفرينه كما تعرفوا راها تتلاصق في اليدين، وقسمتها على نصفين، وهذوك النصفين كل نص قسمته على 6. ومن بعد كورتهم كويرات وحطيتهم، خليتهم يرتاحوا 10 دقائق ولا 15 دقيقه. انا هنا وريتكم الحشو. عندي لاصوص طوماط، وعندي فرomاج غابي وفرomاج موتزاريلا، وهذاك السجق نتاع الاتراك. وهنايا خاص لو بلون دو طرافاي تعمروه بالفارينه
كما قلت لكم راها تلصق هي. ومن بعد جبت الحلال وحليتها على شكل طولي، وهنايا بقيت نشكل فيها باش تعطيني داك الشكل نتاع قارب هكا. هذوك الحواف رويتهم، وهنايا من الفوق هكا قرصوها باش تنقبط هكا حاصل باش تعطيكم الشكل قارب. هنا كنت نحاول نثبت هذوك الجوانب باش كي تطيب ما ينحلوش. ومن بعد كي تكونوا دايرين الفرينه ترتفد معاكم بسهوله. وشوفوا لاباط، شوفوا كيفاش راها خفيفه. حطيتهم انا في المقله اللي تمشي للفور. انا هنا ديجا راني شعلت الفور يحمى. تقبت هذيك في الوسط، تقبتها. جبت لاصوص طوماط اللي حضرتها درتها من الفوق. وهنايا بالنسبه للحشوه كل واحده والذوق ديالها كيفاش تحب تعمرها. هنايا جبت هذاك الفرomاج نتاع الموتزاريلا اللي حاولت هكا نفتتو بين يديا. ومن بعد جبت هذوك السجق حطيتهم من الفوق، نزيد عليها فرomاج غابي. وهنايا جبت صفر نتاع البيضه، خلطت معاه شويه نتاع الحليب وطليت هذوك الجوانب، وزيد درت فوقهم حبه السوداء. ومن بعد دخلتها للفور طابت. شعلت لها انا شعلت لها ديريكتومون من التحت ومن الفوق، طابت وجاتني هي هذيك. وهنا كل وحده والفور نتاعها. ومن بعد ما طابوا خرجتهم من الفور ووريتهم لكم. هكا تكون النتيجه الاخيره. صراحه لاباط هايله بزاف. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم راكم تستافدوا من الوصفات اللي راني نبارطاجيها معكم، ونقول لكم مع السلامه في فيديوهات اخرى ان شاء الله.